السلام عليكم يا أفضل مبرمجين في العالم. معاكم محمد فيصل. النهاردة في فيديو جديد هنشرح بعض أساسيات البرمجة بلغة السي، وإن كنت حابب تطور من نفسك كمل الفيديو للنهاية. طيب هناخد النهاردة الانبوت يوزر. نفهم الأول ايه هي أو ليه بحتاج إن أنا آخد انبوت من اليوزر. انت لما تيجي تكتب برنامج بلغة السي تحتاج تاخد بيانات من المستخدم، سواء كانت البيانات دي أرقام زي العمر مثلا، ممكن يكون رقم معين، او من الجانب التاني تكون اسمه او بيانات نصية. طيب تخيل معايا كده انك كنت تلعب لعبة وفي البداية بيطلب منك اسمك، فبالتالي انت دخلت اسمك. تمام. طيب ما سألش نفسك ليه هو بيحتاج مني ان انا ادخل الاسم ده؟ طيب علشان في بعض من المراحل لما توصل عند جزئية معينة من اللعبة بيطلع لك مثلا الرسالة دي تظهر كايه؟ كأنك مثلا تخطيت مرحلة من مرحلة اللعبة ويحط جنبها اسمك: مبروك يا فلان الفلان، إذا كنت تخطيت مرحلة واستعد ايه للمرحلة اللي جاية. طيب هو عرف اسمك منين؟ بناء عن الانبوت او النص اللي انت ادخلته في البداية، في بداية اللعبة. تمام. تعالوا كده نجرب مثال بسيط جدا. انا دلوقتي عايز اخد رقم صحيح من المستخدم. بلاش رقم صحيح، ممكن ناخد العمر بتاع المستخدم. تمام. فبالتالي ان انا هعمل متغير بسميه ايدج مثلا، كده عرفت متغير من نوع ايه؟ انتجر، عدد صحيح. تمام. نبدأ في الاول ان احنا نبدأ نطبع رسالة كده بسيطة توضح للمستخدم ان في الوقت ده محتاج ان هو يدخل value، قيمة في الوقت ده، في الاكشن اللي هيحصل في الكونسول. تعال نشوف كل ده مع بعضنا. نعمل كده printf قول له ايه؟ enter the your age. enter ايه؟ the your age. تمام. تمام. نيجي عند السنتكس ان انا اخد ازاي input من اليوزر. تعالوا معانا. اول حاجه انت بتكتب سكان اف. سكان اف يا سيدي قالك تتجزأ معايا في حاجتين. اول حاجه صيغه البيانات. صيغه البيانات ازاي يعني؟ صيغه البيانات انت عايز ايه علشان تبدأ توضح صيغه البيانات بتاعتك. انت عايز تخلي اليوزر يدخل رقم صحيح، هتكتب لي ايه؟ علامه البرسنت دي اللي هي الايه اصلا الفورمات السبيسيفاير. تمام. والجزء الثاني هتحدد عنوان المتغير اللي هتخزن ايه في الفاليو او القيمه اللي هيدخلها المستخدم للمتغير ده. طيب انا عملت المتغير اللي سميته ايه؟ ايدج، عشان يبدا ايه؟ يخزني فيه. طيب هبصيله المتغير اللي هو اسمه ايه؟ ايدج. تمام. انا كده في السطر ده خلاص اليوزر اوريدي مدخل ايه؟ العمر بتاعه. ناقص ايه؟ ناقص اطبع الايه؟ العمر بتاع اليوزر. فبالتالي هعمل printf اقول له ايه؟ the your age is، واقول له equal البرسنت دي والمتغير اللي شايل القيمة اللي هيدخلها ايه؟ المستخدم. تمام. كده بدأت الأمور توضح. تعالوا كده ايه؟ ندوس رن. ظهر معايا ايه؟ في شاشة الكونسول اهي بيقول لي ايه؟ enter the your age. طيب لو كان الايدج بتاعي مثلا 19، قال لي ايه؟ العمر بتاعي والقيمة اللي دخلها ايه؟ المستخدم. مثال يعني اكني انا المستخدم. تمام. ماشي.
تعالوا مثلا نعمل حاجة تاني. معاها برضو ممكن نعرف متغير int age و int number underscore number phone. تمام. جيت هنا اول حاجة قلت له ايه please enter your age وخدت منه ايه input. يجي سطر كمان اقول له printf enter the your number. تمام. هاخد منه سكان برضو. تعال ناخد السطر ده كوبي، ننزل نغير بس في ايه عنوان المتغير. تعالوا ناخد برضو الكلام ده كله ونغير حاجات بسيطة بس في جملة ايه طباعة. طيب هنا ايه نسينا السيمي كولون. تمام. نيجي ندوس كده ران. هيظهر معايا في الشاشة ان هو ايه مطلوب ان انا ادخل السن بتاعي وليكن 19. مطلوب مثلا اني ادخل رقم الموبايل. طيب ندخله كده اي رقم موبايل. هيظهر معانا بالشكل ده ان احنا اصلا اوريدي ما عملناش باك سلاش ان. هذه مصيبة في حد ذاتها. طيب نعمل باك سلاش ان وندوس رن كمان. ندخل السن مثلا 19 رقم الموبايل اي رقم. هيقول لي ايه ان العمر بتاعي 19 تمام زي ما دخل اليوزر ورقم الموبايل ماشي. ممكن نخليه يبدأ ايه نعمل حركة ذكية كده مثلا. وليكن دخلت برضو ان العمر بتاعي 19. نعمل تمام. ظهر معانا بالشكل ده. قال لي the your age is وادي 19 equal 19 وقال لي the number is وادي الرقم ايه اللي انا دخلت فوق. تمام اوكي. ده كده ايه عملنا سكان على رقم ايه صحيح. تعالوا نعمل الكلام ده كومنت. تعالوا مثلا نعمل سكان على الجي بي اي معدلك الدراسي. طيب اول حاجه نعمل متغير من نوع فلوت نسميه مثلا جي بي اي واجي اعمل له جمله طباعه ظريفه اقول له printf enter زي جي بي اي. تمام. هاخد منه سكان اقول له ايه علامه البرسنت اف والمتغير اللي اسمه جي بي اي. تمام يا سيدي. ونيجي نطبع الكلام ده كله اقول له printf the GPA is percent f والمتغير اسمه ايه GPA. تمام. نيجي ندوس كده ران. قال لي ايه enter the GPA مثلا وليكن دخلت له ايه 3.2 مثلا.
هنا بس كان في مشكلة ان احنا نسينا ايه نحط عنوان المتغير لاند. في حاجات بسيطة حرفيا ممكن، بس كل واحد بيتعلم من الأخطاء. تمام، نيجي ندوس كده run. ظهر معايا يقول لي ايه enter the GPE. تمام، قلت له 3.5 enter. قال لي the GPE is 3.5 مجموعة ايه من الأصفار. طب أنا عايز أتحكم في مجموعة من الأصفار دي، أنا مش عايز يظهر غير 3.5 بس، مش عايز أكتر ولا أقل. فهاجي هنا عند جملة الطباعة ما بين البرسنت اف دي هعمل دوت، واقول انا عايز كام ديجيت يظهر بعد ايه، بعد العلامة العشرية. لو انا عايز ال 3.5 انا عايز ال 5 بس هي اللي تظهر، فهعمل ايه واحد. طب انا لو عايز 5 ومعاها زيرو فهكتب ايه 2. فانا بقدر في الحتة في الجزئية دي ان انا بتحكم على عدد الديجيتس اللي عايزة تظهر بعد العلامة العشرية. تمام، نيجي كده ندوس ران كمان. يقول لي ايه انتر ذا جي بي اي، وليكن قلت له 3.5. قال لي ذا جي بي اي از 3.5. تمام تمام. نيجي نعمل ايه كومنت للكلام ده كله، نخش على حاجة جديدة، نعمل مثلا تاسك للجريد. تمام ماشي، نعمل متغير نسميه char، نسمي الفاريبل نيم جريد، واعمل له رسالة ظريفة كده اقول له enter the grade. واخد منه سكان. هنا صيغة البيانات اللي في char برسنت ايه سي. تمام. في الجزء التاني ما ننساش كل واحد بيتعلم من اخطائه، نعمل اند وعنوان المتغير اللي هخزن فيه اللي هو اصلا اسمه جريد. تمام، نيجي نطبع الكلام ده كله printf اقول له ايه كوما كوما. تمام، اجي اقول له the grade is، هنحطه ايه ما بين single quotation، هعمل له percent c عشان تظهر ما بينهم، واجي في بعد جملة الطباعة ابصيله المتغير الايه اللي متخزن فيه خلاص بعد ما اليوزر دخل ايه الجريد بتاعته اتخزنت في الفاريبل ذات نفسه اللي اسمه جريد. فانا عايز بقى اطبع الفاريبل ده، فبند عليه واقول له تعالى يا جريد. تمام، دوس ران. هيقول لي ايه انتر ذا جريد مثلا، وانا وليكن بحلم ب A، مش هحلم ب A بلس. تمام، دوس ران. هيقول لي ايه ذا جريد از، وادي العلامة اللي انا اديتها له. طيب تعالوا كده نجرب كمان مرة. ظهر معانا مثلا وليكن 1 سي. نيجي نران، ادي ظهر ايه الجريد بتاعتي اللي انا خدتها من اليوزر. تمام، مفيش مشكلة. نيجي نعمل ران للكلام ده كله، سوري نعمل كومنت للكلام ده كله. ونيجي ناخد مثلا الفيرست نيم. انا مثلا هعمل لعبة وهطلب منك ان الفيرست تدخل الفيرست نيم، وفي الرسالة هطبع لك ان انت اكتست مرحلة او فزت بالليفل ده. تمام تمام. اول حاجة نعمل متغير، احنا قلنا ايه نعمل array of character. تمام، نسميه name of game. تمام، نعمل
البراكتس بتاعت الاري السكوير، ونديله سايز وليكن 30 كده. ننهي، نعمل جملة طباعة بسيطة كده، نعرف المستخدم ان ايه، انه هيدخل enter the first name. تمام تمام. نيجي نسكان، percent s والنيم. احنا اصلا والله العظيم الانسان ده عامل زي البني ادم والله. name of games. تمام. نيجي نطبع الكلام ده كله printf hello مثلا، والبرسنت اس يو و ذا جيم ليفل. تمام تمام. نيجي نعمل نساش السيمي كولون، نيجي نرن. قال لي ايه؟ ادخل اسمك مثلا، اسم الاول وليكن دخلت محمد. طبعا نال. تمام. عرفت ليه طبعا، لان احنا اصلا ما بصيناش المتغير اللي شايل القيمة اللي هيدخلها ايه، اليوزر name of games. تمام. نران كده كمان ونشوف ايه الموضوع. يقول لي ايه؟ ادخل اسمك مثلا وليكن دخلت كلمة محمد، يقول لي اللي هو محمد you win the game level. تمام، مفيش مشكلة. طيب هنا في الحالة ممكن برضو ايه، احوش الاند دي برضو ايه، مش هيكون في ادنى مشكلة في البرنامج يشتغل، بل بالعكس اتحاشت العلامة الصفر اللي تكون تحت البرسنت اس. تمام تمام. نيجي نجرب كده كمان محمد، نفس النتيجة. تمام. طيب تعالوا كده ايه نشوف، لو انا عايز اتحكم ان ما يظهرش مثلا عدد الديجيتس من الكلمة، وليكن انا عايز اتحكم فيها. مثلا انا مش عايز اليوزر يدخل لي اكتر من 5 حروف. تمام، مثال انا برضو ايه بوضح كل حاجة. فباجي عند البرسنت اف دي وبكتب ايه الرقم ايه اللي انا عايز ان هو ما يتخطاش. ان كتبت 5 مش هيتخطى عن 5 حروف. طيب لو اتخطى مش هيتبع. مثال ان انا لو كتبت اسم من 5 حروف وانا عايز بس 3 يتبعوا، ال3 بس اللي هيتبعوا. طيب والباقي مش هيتبع. طيب تعالوا كده نجرب، انا عايز 5 حروف. تمام. نيجي نعمل كده كمان، هو يطلب مني ان انا ادخل الاسم، وليكن دخلت كلمة محمد، طبع لي ايه الام والاو والاتش والاي والام. طيب والباقي اللي هي الاي والدي ما طبعهاش. تمام تمام. طيب عايزين بدل ما نخلي الفيرست نيم تخليها الفول نيم مثلا، انت ازاي فول نيم. نيجي نروح كده، بيقول لي ايه enter the full name. طيب مثلا وليكن انا دخلت كلمة محمد سبيس في اسم. تمام، ودوست ايه انتر. اللي ظهر معانا اللي هو محمد يوين ذا جيم ليفل.
طيب فين الباقي؟ فين الاسم الباقي؟ فين الفول نيم؟ انت ظهرت الفيرست نيم، ما ظهرتش ايه باقي الكلمه. طيب قال لك يا سيدي ان سكان اف مش هتقدر تتعامل معاك، لان هي هتلاقي سبيس هتخرج، هتطبع لك لحد قبل السبيس، بعد السبيس مش هتقدر ايه تطبع. طيب ايه الحل؟ الحل يا سيدي انك انت هتستخدم فانكشن اسمها if get اس. طيب ايه الفانكشن دي وايه اللي بتحتاجه؟ قال لك يا سيدي ان الفانكشن دي بتحتاج 3 حاجات. ان هي تاخد اسم الفاريبل اللي هو ايه، النيم اوف جيمز، اسم متغير نيم اوف جيمز. طيب والجزء التاني السايز بتاعه. طيب انا لو معرفش السايز، وليكن انا مديله كده سايز 30 و مش عارف السايز بتاعه كام، تعالوا كده ندوس رن ونشوف ايه اللي هيحصل. بيقول لي enter the full name، قلت له ايه، محمد فيصل. قال لي هلو محمد فيصل، عمل لي باك سلاش ان ونزل لي وطبع لي ايه، جملة الطباعة اللي انا عايزها. طيب هو ليه عمل باك سلاش ان؟ انا ما عملتش اي باك سلاش ان. قال لي يا سيدي ان الاف جيت فانكشن دي بتخلي في نهاية النص او في نهاية السطر لما المستخدم بيدوس انتر بتعمل لي ايه، باك سلاش ان. يعني سواء مثلا في التاسك برضه دخلت كلمة مثلا وليكن محمد وانا بعمل انتر بتنزل لي سطر جديد. طيب عايزين نحل المشكلة دي. طيب نستدعي المكتبة، نكتب include string .h. تمام، نيجي كده ننزل نكتب ايه، النيم اوف جيمز، بس عشان ايه حاسس ان الاسم ده طويل جدا فهنخليها النيم بس. هوش كده نعدي في كل سطور. هنا مش شرط يعني في حالة ممكن نكتب دي بالشكل ده، او نكتب ايه 30 عدد ايه السايز. تمام تمام، هي نيجي هنا في السطر ده نقول له نيم، نفتح سكوير براكتس واجي اقول له str لين، نيجي اقول له ايه النيم ماينس 1 اقول له equal ما بين سنجل كوتيشن، اجي اقول له ايه باك سلاش 0 سلاش ايه سيمي كولون. نيجي نران كده ادخل الفول نيم مثلا هقول له محمد فيصل، طبعها لي ايه على سطر واحد. السطر ده حاش لي باك سلاش ان وحط لها ايه الجمله او الكلام اللي انا عايز اطبعه في السطر كامل.